بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أنا ومعي إخواني أيمن وأمير اكتشفنا كيفية استرجاع الصور المحذوفة. الصور المحذوفة على الجهاز أو كل الملفات المحذوفة سواء كانت صور أو كانت فيديوهات، وطريقة سهلة جدا لحاملي أجهزة الأندرويد كالآتي: ندخل على ملفاتي كلمة واضحة، ملفاتي. دخلنا على ملفاتي، ندخل على الضبط من هنا طبعا لحاملي أجهزة الأندرويد، كلمة الضبط. بعدين كلمة الضبط هتظهر لنا إظهار الملفات المخفية. نقول تاني: إظهار الملفات المخفية. المقصود بالملفات المخفية هي كل الملفات وكل البرامج أو كل شيء تم حذفه، سواء كانت صور أو فيديوهات. زي ما قلت لكم في الأول، أول ما نعلم عليها كل الملفات وكل الصور حتى لو كانت قبل عامين حترجع على ذاكرة الجهاز نفسه. نشوف الآن، ندخل على ذاكرة الجهاز نفسه، هندخل على كل الملفات، بعدين هندخل على ذاكرة الجهاز وليس الذاكرة الخارجية. التحت دي الذاكرة الخارجية، يعني احنا هندخل على ذاكرة الجهاز. الآن ندخل على ذاكرة الجهاز، بعدين ندخل على DCIM. أي واحد منكم ممكن يكون عارف كده. أول كلمة بتظهر فوق، مع هذه الكلمة تعني باللغة العربية الصور المصغرة. هذه الكلمة باللغة العربية تعني الصور المصغرة، أي الصور التي تم حذفها وتصغيرها ومسحها. الآن نشوف رجعت الصور ولا لا. جاري المعالجة، شوف كل الصور رجعت، حتى لو هذه صور ممكن أنا ما أذكر متى تصورتها أو متى مسحتها. شوفوا شباب، الموضوع خطير والموضوع شوفوا شباب، هذه صور، هذه كل الملفات صور فيديوهات رجعت بصورة مصغرة، أي رجعت على الجهاز نفسه. شوفوا الحين، شوفوا هذه الصور، هذه الصور كلها رجعت، صور عائلية وصور أخواني وصور أهلي في البيت. فلذلك الموضوع خطير، ولذلك نحن اليوم قمنا بصناعة هذا الفيديو لكي تعم الفائدة ولكي يستفيد كل الشباب من عدم المجاملة في بيع الموبايلات أو إهدائها. لذلك أنت الجوال إذا خلاص زهقت منه، كل ما عليك إما تدخله عند الدولاب الخاص بك أو تدخله أحرقه بالنار. ليش كل ملفاتك ثاني يوم تلقاها في الشبكة العنكبوتية، صور العائلة، صور أخواتك، صور زوجتك؟ وحصلت مشاكل كثيرة بسبب المواضيع والتهاون في الحاجات دي. أنا قبل يومين قريت على الفيسبوك إنه واحد قتل زوجته لأن لقى صورة موجودة على الشبكة العنكبوتية، مع إنها كانت طاهرة عفيفة، لكن باعت جوالها. كل مشكلتها وكل الذي ضر بها أنها باعت جوالها في مناطق غير موثوقة. لذلك أسأل الله أن تعم الفائدة، وأسأل الله أن يستمتع الجميع بهذا الفيديو وينشروه لتعم الفائدة لكل الناس، وكل الناس تستفيد من هذا الفيديو المبسط وبإمكانيات بسيطة. يعني الصديق أمير صورني بجواله وأيمن صورني بجواله، يعني ما عندنا كاميرات، ما عندنا. أرجو من الله وأرجو منكم أن تنشروه.